بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. مساء الفل. النهارده ان شاء الله معانا كودا كودياك. دي اول فئه اللي بتنزل فرش قماش خالص، مفيش فيها اي شغل. صاحب السياره اختار معانا فرش للكراسي، ما عملناش اي حاجه تانية، ولا مخدع كونسول ولا ابواب ولا حتى دواسه الارضيه. اختار معانا فرش جملي واسود مع خيط ذهبي مع تصميم بالمكنه العاديه مش كمبيوتر. ما شاء الله. طبعا انت ليك خريطه الاختيار، بتختار كل حاجه، تختار لون الخيط، تختار لون الجلد، سواء الفرش لون واحد او لونين ايا كان ايه لون الجلد براحتك. تختار كمان التصميم سواء مكنه كمبيوتر او مكنه عاديه زي ده او حتى ساده خالص زي الاوريجينال. احنا علينا غرزه مسطره، تجسيم مظبوط من غير ما نخرم ولا نقطع في الاصلي بفضل الله. عندي استعداد افك الفرش ده واوريك الاصل سليم ولا لا، لان هيبقى لك شغل مش كلام. شده كرسي محترمه من غير ما يهرر ولا يكشكش ولا يحتاج يتشد بعد كده. فرش مجهز للارباك عشان لا قدر الله لو حصل حاجه الفرش ما يعملش اعاقه. وكمان العربيه دايره قدام حضرتك، ولا لمبه ارباك ولا لمبه اعطال. ما شاء الله. خلينا افتح لك جنب وباب. بص على الغرزه، بص على التجسيم، مفيش حاجه معبيه هوا. نفس الكلام، بص على التجسيم قدامك اهو، كله 100%. ما شاء الله. ربنا يبارك لصاحبها يا رب ويكفي شرها، اللهم امين. نفس الكلام، التجسيم مخدع بيقفل براحته وبيفتح براحته، مفيش كسر مفيش كشكشه، كل حاجه قدامك. ادي الغرزه اللي في المخدع، خيط مسطره. هلف لك الناحيه التانيه، الكرسيين اللي ورا خالص اهم، كل حاجه معمول حسابها. فتحات الحزمه متفصله زي ما الكتاب قال بفضل الله. نفس الكلام هنا، الفتحات دي برضو متفصله، كل حاجه زي ما الكتاب قال بالظبط. بص تفاصيلك، الغرزه مسطره، مفيش خيط معوج، مفيش كشكشه في الجلد. خلينا الف لك الناحيه التانيه. ظهر الكرسي بجيوبه بتفاصيله بتجسيمته بكل حاجه. شغل الابره الواحده، شغل الابره الواحده. ادي شغل الابرتين من الناحيه دي. بقرب لك وبفهمك وبوريك كل حاجه كانك قدام العربيه بالظبط، عشان لو عملت شغل سواء عندنا او عند غيرنا يبقى انت عارف بتستلم شغل عامل ازاي، بتدفع فلوس في ايه. ما شاء الله. خلينا افتح لك الباب الرابع والاخير. ما شاء الله. سكودا كودياك اول فئه، فرش جملي واسود كراسي بس بدون اي حاجه تانية. اسف لو طولت عليكم، اتمنى تتابعونا على طول، ما تزهقوش مننا. اشكركم شكرا جزيلا. السلام عليكم.